كتشوفوا معنا خوتي خواتاتي مباشرة من أمام منتزه 3 مارس بمدينة الخميسات. هذا هو المنتزه ديال مدينة الخميسات 3 مارس. هو راه السور محيدينو، ما عرفتش باغيين يعاودوا يصلحوه ولا باغيين يهدموا هادشي هذا ويديروا بلاصتو شي حاجة ولا ما. المهم حنا كساكنة ما عارفين شنو غيديروا هنايا. هنا لاصقة معاه واحد المبادرة ديال الطب ديال الأطفال ولا ما نعرف بالضبط شنو هي. دابا نصورها نشوف شنو هي. كما كتشوفوا معنا هذا هو المنتزه ديال 3 مارس في مدينة الخميسات، مسميينو منتزه 3 مارس على الذكرى ديال عيد العرش ديال الحسن الثاني رحمه الله. هادشي باش نسميه منتزه 3 مارس. هذا هو الباب ديالو، فين كاين هاد البلايص ديال القيف. هنايا كانوا دايرين الباب، كان واحد الباب كبير كيتسد وكيتحل على حساب الليل وكيكون فيه العساس. وهذا دابا ما بقى لا باب لا حتى حاجه. هنا هذا هو المدخل ديالها، انا نتقابل معاه. هذا هو المدخل ديال المنتزه. هنايا هاد البلاصه ديالها من زوميت. هنا كانت واحد البركه مائيه شحال هادي، وكان الباط كان كيجي بنادم، كان واحد الباخره صغار كيجي بنادم يديفولا فيهم شويه. كان متنفس واعر هاد المنتزه ديال مدينه الخميسات، كانوا فيه حيوانات. المهم هذا واحد المقهى داروه جديد. هذا هو مقهى، هذا راه مقهى حديث جديد هنايا فهاد المقهى ديال فهاد المنتزه ديال 3 مارس. منتزه 3 مارس مقابل مع مدرسة الفردوس. هذه مدرسة الفردوس. هذه واحد البناية دايرينها هنايا، راه سمحوا فيها ما كتبانش، خصني نمشي ليها من الليل باش نصورها. بالنسبة لهاد البناية هادي كانت داخلة في وسط المنتزه، حتى هو السور راه كان داير عليها ديال المنتزه، كانت محسوبة في المنتزه الداخل. ها هي سميتها مركز التوجيه والمساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة. ها هي ننزومي لكم عليها. والرسالة ديالنا للمسؤولين والجهات المسؤولة كنتمناو يشوفوا من حالنا ومن حالة مدينة الخميسات ومن جهة الساكنة. راه حنا مدمرين، ما كاين لا مشاريع لا معامل لا فين يخدم هنا بنادم لا والو. اغلبيه الناس هنايا ديبلومات وكتشومي. و شنقول لكم اخوتي، لا اله الا الله.